السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو يابا، شلونهم؟ اسف على القطعة. المهم اليوم جبت لكم حلقة هسه لا تعدي منا. المهم جبت لكم حلقة مستقبل اليوتيوب العراقي. تعودتوا يعني اجيب لكم شباب اغلبيتهم اصدقائي واغلبيتهم مو اصدقائي، بس اليوم لا، جبت لكم فتاة أنيقة جميلة رقيقة مهذبة. انت تعرفها، انت شايفه، بس متابعة باليوتيوب. سنعود بعد قليل. اخوتي خلينا نشوف نبذة عن احد مقاطعها واحكي لكم الباقي عنها. عن عطلات بالقناة، واغلبهم كانوا رجال او ذكور، بس هالمرة راح احكي على امرأة اللي اسمها عنود الاسمر. ماكو بشر ما يعرفها، واللي يعرفها يعرف انه هي تشتغل بملهى وكاتبة بحسابها الشخصي الفنانة عنود الاسمر. خل اعطيكم نبذة بسيطة عنها. واحدة بنت ليل تشتغل بالملاهي وتغني ويا الراقصات مثل ام اللود. مثل ما شفتوا نبذة قصيرة من احد مقاطعها. هيا احكي لكم عنها. اليوتيوبرية اسمها فيكتوريا، واضحة صورتها امامكم. اول نقطة. ثاني نقطة، هاي محتواها منوع تقريبا. شو تقول؟ تحكي لك عن العطلات او دور يشوفون بالمواقع التواصل الاجتماعي. شايفين كلكم انتم متابعين، كلكم طلعت لكم بالاكسبلور، بالتيك توك، بالانستغرام، سواء حتى باليوتيوب. عطلات هواي اجت من التيك توك لليوتيوب تحكي، وعندهم محتوى اشبه ما يقال عنه فاقس، فاشل، او مثلا كان مصطلح مالتي محتوى سرسري. يعني هاي مصطلح ما تو اجى بالي، قلت خلي اقوله خارج عن السكريبت. المهم رابط القناه بالوصف راح تلقوها. هاي اليوتيوبر فيكتوريا ما عندي معلومات كامله عنها، لان اصلا انا ما قلت لها اني راح انشرك بالسلسله مالتي او بالدراجه، هم فات من انا. محتوى هذه القناه، قناه فيكتوريا، جاي نحكي عليها اليوم. محتوى حلو، وما بي اي غلطه بالمحتوى. ماكو مستمره. هاي الفتاه اختنا في الله. هاي صرت مثل اختنا في الله، اخونا في الله، انه يجيبوهم يدزوهم العراق يفجرون نفسهم. الله اكبر. هذا المقطع بس تصبيره لكم، لان عندي مقاطع راح تنزل الا تفليشيه. بوم في مال الله.